السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. نفس اللي هنا هي مجرد مزيج بين فنون القتال والروح، وبيضيفوا عليها قوة تعزيز الجسم، وده اللي بيديلهم القوة. وفي اللحظة دي ولد بيهجم عليه، إنما هو بيقدر اللي هو يمسك إيده وبإيده تانية بيجهز هجمة، وبيقول طالما ده كل اللي أنت تقدر اللي أنت تعمله يبقى أحسن لك اللي أنت تموت. إنما الصدمة اللي هو بيضرب إيده هو وبيطلع اللي هو بيعززها بالطاقة، وبيخلي اللي قدامه يطير وبيكسر عظم إيده. والولد بيقول لا، ده مستحيل اللي هو يكون إنسان، ده أكيد مجرد شيطان. وبيقول له أنت بس كنت محظوظ النهارده، احنا اكيد هنرجع لك تاني. وهو بيمشي هو وشويه من اللي معاه، وشاو بيقول هو في اي حد تاني عاوز اللي هو يقاتلني، وكل البقيه بيكونوا مرعوبين وبيطلعوا يجروا باقصى سرعتهم. وشاو بيقول هم تقريبا نسيوا وده، وبيروح وبيبدا يحاول اللي هو يفوقه، وبيلاقيه مغمى عليه. خلاص مش مهم، المهم دلوقتي اللي انا لازم ابدا في تعزيز القوه بتاعتي واللي انا احسنها. وبيسيبه وبيمشي، انما فجاه بيظهر حد من دخان وبيكون عجوز، وبيقول الولد ابو هدوم زرقاء ده كان قاسي جدا عليهم في المعركة، وبينده بأعلى صوته وبيقول أنا هسيب لك موضوع الولد ده ليك أنت. وفي حد تاني بيقول له تمام، أنا كده كده بدور على تلميذ كويس يكون البذرة بتاعتي. وبيتحرك من مكانه، وبعد كده بنطلع لفوق جبل، وبيكون شاو قاعد هناك بيتأمل، وبيقول أسلوب تدريب البنت اللي اديتهولي ده بيهدف لتقوية العظم والعضلات، بس ده بيخليني استخدم قوة السماء والأرض الاتنين مع بعض كبس حاجة علشان تساعدني في الصقر. والطريقة دي بتخليني ان انا اصلب جسمي من بره لجوه. انا فعلا ممكن ان انا اعتمد على فن القتال اللي اديتهولي ده، بس هو مش كامل. واضح ان انا لازم اروح لها تاني وابدا ان اتوسل لها علشان تديني بقيه الفن ده. بس عموما دلوقتي مش محتاج حاجه الا ان انا ابدا في التدريب. وبيبدا اللي هو يتامل، وفي طاقه بتخرج من كل حاجه، وهو بيبدا يقدر اللي هو يحس بيها. وبتعدي 3 ايام وهو مكانه، وفجأة بيفتح عينه وبيقول أنا كنت متعود إن أنا أستحمل لمدة 3 شهور، إنما غريبة أنا دلوقتي حاسس بالجوع بعد 3 أيام بس. واضح إن التمرين ده هيكون فعلا صعب جدا، بس هو كويس إن أخدت 3 أيام بس عقبال ما قدرت أوصل للمستوى ال30. واضح إن كل لتر من الطاقة اللي أنا بحطها في جسمي بياخد 3 أضعاف وزنه. بالمعدل ده أنا ممكن آخد سنة أو 2 عشان يكون فيه نجاح كبير، بس أنا ما عنديش سنة أو سنتين أضيعهم هنا. خلاص عموما مش مهم دلوقتي، أهم حاجة إن أنا أقوم أجيب أي أكل عشان جعان. ولسه بيقوم إن لما فجأة في حد بيظهر قدامه، وشاو بيقول له هو أنت مين؟ وبيقول في نفسه أنا حتى مش قادر إن أنا أعرف مدى قوة الراجل اللي قدامي ده أكيد مش شخص عادي. والراجل بيقول في 3 أيام بس أنت قدرت إن أنت تطلع 30 مستوى، أنت فعلا هتكون تلميذ كويس جدا. يعني أنت كنت عمال بتراقبني لمدة 3 أيام، تحب إن أنت تكون تلميذي؟ هو أنت أصلا مين؟ أنا جيان، واحد من شيوخ الأكاديمية السبعة، وأنا كان عندي صديقة دي وكنا عمالين بنقاتل بعض لسنوات طويلة، وحددنا ميعاد عشان نقاتل بعض تاني ونعمل منافسة كبيرة ما بيننا بعد 5 سنين، وانا عاوزك اللي انت تكون تلميذي وتشهد على كل ده. فالشيخ بيقول له طب شكرا جدا، مش عايز دلوقتي معلمين. فالشيخ بيتصدم وبيقول له انا الوحيد اللي بمارس فنون الدفاع عن النفس ما بين الشيوخ السبعة التانيين، ما حدش ممكن اللي هو يكون معلم ليك احسن مني من الشيوخ السبعة. احسن لك ان انت تفكر في الموضوع ده تاني. طب هو انت احسن واحد؟ ايوه اكيد، وانت لو وافقت ان انت تكون تلميذي فانا ممكن ان انا اعلمك تدريبات جديدة ومهارات جديدة تساعدك من رتب جديدة انت ما دخلتهاش لسه. هي ايه الرتب دي؟ فالشيخ بيقول له هو انت اصلا من انهي فصل؟ انت ما تعرفش اي حاجة، تعال وانا اشرح لك الموضوع. بالرغم ان في الاف المهارات الا اللي احنا بنقسمهم على حسب قوتهم لاربع تصنيفات: السماء والارض وشوان، واقل رتبة هي رتبة هاو. وكل مرحلة فيهم فيها 3 مراحل سنوية: عالي ومتوسط ومنخفض. ومرحلة شوية هي مرحلة كويسة ولكن ضعيفة شوية. والشياو بيقول واضح ان المهارات اللي هو يعلمها هتكون فعلا قوية جدا. انا عارف ان انت اكيد هتكون متحمس علشان تكون تلميذي واعلمك مهارات قوية جدا، لان انا عارف مهارة قوية جدا. لحظة واحدة، معنى اللي انت عارف مهارة قوية جدا محدش يعرفها اللي هي تكون صعبة برضو جدا، وانا حاسس ان حتى التلاميذ الكبار مش هيكونوا عارفوها. والشيخ بيبدأ اللي هو يضحك ويقول له واضح ان انت فعلا ذكي، مع ان انت لسه مش قوي الا اللي انا عجبت بيه. انت هتكون تلميذي وتقدر ان انت تكسب المنافسة اللي انا فيها، المنافسة اللي أنا متفق عليها من 5 سنوات، لازم اللي انت تكسبها. لحظة واحدة، بعد ما اتفقنا بخصوص موضوع ال5 سنوات، انت ما تقدرش اللي انت تجبرني على حاجة صح؟
لا ما تخافش، مش هجبرك على حاجة. انما بخصوص موضوع اتفاقية ال5 سنوات دي، فانا هقدر اللي اقويك بيها جدا، عشان انا لازم اللي افوز بالمعركة دي تحت اي ظرف. بس انا برضو ممكن اللي انا مكسبش، وعلشان كده لازم اللي يكون عندي تلميذ قوي زيك، واللي يثبت اللي انت موهوب. اللي انا لما وصلت لمرحلة 30 الموضوع اخد معايا سنتين، ولما دربت واحد اخد معاه الموضوع 7 شهور، وانت قدرت اللي انت توصل لها في 3 ايام. انا اصلا عمري ما كنت هصدق الموضوع ده لو ما كنتش شفت بعيني. والشو بيكون مصدوم وبيقول في نفسه وانا كويس جدا كان اصلا ما كنتش عارف ده، وعشان الاسباب دي لازم اللي انت تكون تلميذي وتفوز بالمنافسه دي. طب هو احنا معانا وقت قد ايه؟ احنا معانا حوالي نص سنه. انا دلوقتي في المستوى ال30، نص سنه استحاله اللي هي تكفيني. فعلا نص سنه دي مستحيل اللي هي تكفيك، ده لو انت كنت لوحدك. بس طول ما انا جنبك وبساعدك، فمع موهبتك ومع مساعدتي ليك في النص سنه دي هتكفيك بزياده جدا، وهتقدر اللي انت تتفوق على قوه التلميذ اللي فات، لان التمارين اللي هدربها لك هتقدر اللي هي تقويك بسرعه كبيره جدا. ده زائد ان المهاره اللي انت بتمر عليها قويه جدا، تقريبا ما شفتهاش قبل كده. والشيو بيتصدم وبيقول في نفسه هي ازاي البنت دي ممكن ليه تديني مهاره حتى الشيوخ ما شافوش زيها قبل كده وبيعترفوا بقوتها. والشيو بيقول له خلاص انا موافق، انت لو قدرت ان انت توصلني لمستوى الشيو في خلال نص سنه، فانا هروح معاك للمعركه بتاعتك. تمام وانا موافق. وبيسلموا على بعض، والشيو بيقول في نفسه خلاص يا جدا هحقق حلمك وهكون بالقوه اللي انت عاوزها قريب. حلو جدا، خلاص طالما انت بقيت تلميذي فانا هديك دلوقتي 3 هدايا. وبيروح المكان حلو قوي، وبيقول له المكان ده هو تقريبا احسن مكان في جبل الاكاديميه، وفي اسطوره بتقول ان لما الجبل يوصل لقمه طاقته في تنين بيجي للبحيره دي علشان يتدرب. طب هو ليه ما فيش اي حد بيجي هنا عشان يتمرن؟ علشان احنا هنا في مركز دائره قطرها 10 ميل، واي حد بيجي اللي هنا يا اما بيتصاب يا اما بيموت. المكان ده شبه محرم على البني ادمين العاديين. المكان ده هو هديتي الاولى ليك. البحيره دي ممكن اللي هي تخلي المتدرب يتضرب بنص طاقته بس، وتسرع من معدل تطورهم بنسبه 50% للعضلات والعظم. والشيو بيقول برغم من البحيره دي بارده شويه، الا ان قوه جسمي اللي في مستوى ال30 هتقدر لا تستحمل البروده دي. وبيقلع هدومه وبينط في البحيره، وفجاه بيشوف اللي ما كانش متوقعه، وبيلاقي التنين بيبص عليه وهو بيترعب اول ما بيشوفه بيطلع جاري من البحيره، وبيقول يا معلم يا معلم، وبيمسك في دقنه وبيطلع. والشيو بيحكي له اللي شافه، فالمعلم بيقول له تنين؟ هو فين التنين ده يا ولد؟ وهما الاتنين بيقعدوا يبصوا على البحيره، والشيو بيقول في نفسه هو انا كنت بتوهم ولا ايه؟ فبيقوم العجوز ماسكه وبيقول له انا عارفك يا طفل، انت مش عايز تنزل عشان الميه بارده شويه. وبيرميه في الميه وبيقول له انزل هنا وما تطلعش، الفرصه اللي انت فيها دلوقتي في غيرك بيتمنوها. والشيو بيقول في نفسه فعلا البحيره دي بتديك شعور رائع جدا، ممكن اللي انا فعلا اكون بتوهم، احسن اللي انا اركز دلوقتي على التمرين بتاعي. وهو بيبدا اللي هو يتمرن، وبيقول فعلا انا بتمرن بسهوله كبيره جدا بالبحيره دي، انا ممكن اوصل لمرحله شويه بسرعه جدا، والموضوع مش هيكون صعب خالص. وفجاه بيشوف حاجه، وبيكون التنين طالع عليه وهو بيترعب، وبيقول لا ما كانش وهم، انما ايده بتخترقه، وبيقول لا ده فعلا مجرد وهم، الوهم ده كله جاي من عقلي، بس ده عامل زي حقيقه قوي. بس مش عارف انا ليه حاسس ان أنا شفت التنين ده قبل كده، هو شبه جدا حجر الروح الميت اللي انا اخدته. هو معقول ان انا قادر اشوفه بس بفضل حجر الروح اللي انا اخدته؟ وفجاه في كوره بتبدا اللي هي تتصدع وتتكسر، وفي اللحظة دي البحيرة بيخرج منها انفجار كبير جدا، والعجوز بيكون فرحان وبيقول الولد ده فعلا بيتقدم بسرعة، أنا كنت عارف إن الولد ده موهوب، اختياري مغلطش. وبنروح بعد كده عند الأكاديمية عند البنت اللي اديته ورقة، وبتكون قاعدة وفجأة بتقول في حاجة اتحركت من ساعة ما شاو بدأ يتدرب على الفنون القتالية اللي اديتها له، والبوصلة دي عمالة بتتحرك كل شوية، بس دي فعلا أول مرة البوصلة تستجيب بالمنظر ده. وفجأة البوصلة بتنطفي تاني وبتقع، بس هي بتلحقها وبتقول أنا لسه مش قادر لحد دلوقتي اللي أنا أحدد المكان بالظبط، أنا من ساعة ما انضممت للأكاديمية دي من سنة، ودي أول مرة أشوف البوصلة بتتحرك. واضح إن أسطورة إن في كنز سحري موجود في الأكاديمية هنا حقيقة، وهقدر اللي أنا أوصل له قريب. وحتى لو شياو اتمرن على المهارة وقدر اللي هو يتقنها اللي أنا مديها فهتفضل ناقصة لأني ما اديتهالوش وهي كاملة، ومش هيقدر أبدا لو يتقنها بنسبة 100%. عموما أنا مش مهتمة بيه، ومش عارفة لو هنتقابل أصلا مرة كمان. وبنرجع للبحيرة، والعجوز بيبقى عامل على نفسه درع من الطاقة عشان ما يتبلش، وبيقول ده عدى 17 يوم من ساعة ما هو دخل البحيرة.
انا بجد مش مصدق الولد ده قدر اللي هو يوصل للمرحلة الستة في وقت قصير قوي. انا عمري ما شفت موهبة زي كده قبل كده. والشياو بيكون تحت المية وبيحصل تاني انفجار كبير وبيطلع منه عدد كبير من التنانين المائية، والشيخ بيقول دي قوة غير طبيعية قدرت اللي هي تنزل للعالم ده، نزلت جوه الولد ده. والشياو اخيرا بيخرج من المية وبيقول انا حاسس بقوة كبيرة جدا في جسمي. والشيخ اول ما بيشوفه بيقول له انت قوتك دلوقتي بقت قد الجبل، انت قدرت دلوقتي كمان توصل للمرحلة السابعة مع انك كنت دخلت ببحيرة وانت في المرحلة التالتة. انت دلوقتي حاسس ان الهوا نفسه اللي حواليك بقى اقوى بكتير مش كده، وقادر ان انت تتحكم بالطاقة اللي في الهوا. ايوه فعلا انا حاسس بده. ايوه انت بقى في قوة عملاقة دلوقتي جواك، دي هي قوة صقل الجسد. بالنسبة لقوة الهوا، بعد ما قدرت ان انت تجمع قوة من السماء والارض، فقوة الهوا بدأت اللي هي تتحول لتشيبي يخش جوه جسمك بشكل تلقائي. والقوة دي بقت قادرة اللي هي تخش جسمك وتزيد جدا من كل معدلاتك، ودي عاملة زي قوة جديدة في جسمك تقدر اللي انت تستخدمها، وهي قوة نقية جدا علشان جاية من الهواء. والشيو بيقول طب انا كده هيحصل صراع ما بين جسمي ما بين القوتين دول، قوة جسمي وقوة الهواء. بص هو انا مش عارف، انما في العصور الوسطى اول ما ظهرت لاول مرة طريقة صقل الهواء دي، كان في عدد كبير من الناس راحوا على طول وبدأوا اللي هم يتدربوا عليها. ومع اني بطلت اللي انا اسمع عنهم اي حاجة، ففي الغالب في شوية اعراض جانبية ممكن اللي هي تظهر، وعلشان كده انت لازم اللي انت تختار طريقة واحدة من الاتنين دول وتتدرب بيها طول عمرك. طب تمام أنا ممكن افكر في الموضوع. والعجوز بيكون فرحان وبيقول انا عمري ما شفت حد بموهبتك من الاف السنين، انت لو فضلت في التدريب البدني فانت اكيد هتكون اقوى مني في المستقبل. وشيو بيقول في نفسه انا بعد ما اتدرب شوية كمان مش هيكون في لازمة للتدريب الجسدي. والشيخ بيقول له على العموم انت هتعرف قريب فوائد صقل الجسم. دلوقتي انت ممكن اللي انت ترجع للأكاديمية، انا هبقى ادي لك هديتك التانية بعد كام يوم، وهديتك التالتة هديها لك اول ما توصل لطبقة العشرة من صقل الجسم. بالمناسبة لو حصلت لك اي مشكلة تعالي لي على طول، محدش خلاص ينفع اللي هو يجر اللي هو يضايقك وانت عندي. شكرا ليك يا شيخ علشان انت بتهتم بيا، بس انا همشي دلوقتي. وهو بيكون مشي والعجوز بيقول له سلام. بس صحيح انت ممكن اللي انت تيجي لهنا علشان تتدرب في اي وقت، بالرغم ان تأثير البحيرة عليك هيبدأ اللي هو يقل بشكل تدريجي، بس هيكون برضه احسن من ولا حاجة. والشيو بيبدأ اللي هو يجري ويقول انا بقالي هنا اكتر من 10 ايام على الجبل ده، مش عايز ان يكون وقت التسجيل فاتني. وبنشوف مشرف الاختبار وهو بيكون واقف وعمال بيدرب تلاميذ، ومدرس الفصل الرابع بيجي تاني وبيقول عدى كذا يوم وانا لحد دلوقتي ما شفتش اي حد من طلاب فصلك عمل اي انجاز. انا مدرس للفصل تالت وطلابي مش تحت امرتك وانت ملكش تحكم فيهم، وانت اصلا على طول بتيجي وبتجيب معاك كتير من طلاب الفصل الرابع علشان يعملوا قتال مع بعض. انا عموما ما عنديش مانع في اللعب معاك، بس في الغالب انت مشغول دلوقتي عشان المفروض تروح وتسجل في مكتب فنون الأكاديمية. طب هو شياو فينا ما شفتوش عشان يجي يسجل في الأكاديمية. ففي ولد بيتكلم وبيقول، وبيكون اسم الولد دي، وبيقول يا معلم انا ما كنتش موجود زمان وعشان كده عاوزك اللي انت تنصحني. ومدرس الفصل الرابع بيقول ده هو الاول على الفصل الرابع وهو ساب تدريبه النهارده علشان يجي ويقاتل شياو، فاحسن لك اللي انت تجيبه لنا بسرعه. فساعتها مشرف بيتعصب ودي بيبدا اللي هو يعلي صوته ويقول شياو تعالى لهنا. فبيجي طالب وبيقول شياو ما جاش لهنا النهارده، انا اسمي ليو تعالى وقاتلني بداله. ودي بيترعب وبيقول في نفسه هو مش ده الاول على الفصل الثالث، انا اكيد مش مدي ليه. وبيقول له الشخص اللي انا عاوز اللي انا اتحداه هو شياو مش انت، لو هو ما كانش عنده الجراءة علشان يجي ويشوفني فقولوا لي علشان امشي. والمدرس بيقول ليو انت ما تقدرش اللي انت تدافع عن طلاب تانيين، مش من حقك الا اللي انت تمثل نفسك، واحسن لك اللي انت تفتكر انت لسه عيلتك فقيرة، فبلاش اللي انت تقعد تدور على المشاكل، علشان انت لو عملت حاجة كبيرة واتطردت من الأكاديمية عيلتك الفقيرة مش هتقدر اللي هي تساعدك. وفجأة في حد بيحط ايده على ظهره وبيقول انا ما كنتش متوقع يا مدرس الفصل الرابع اللي انت هتهدد التلميذ هنا بعيلته متجاهل كل قوانين الأكاديمية موجودة. والولد بيتخض لما بيلف علشان يشوف مين بيلاقيه شياو، وبيكون اخيرا وصل. وبيقول لليو اوعى اللي انت تتراجع النهارده، انت لو تراجعت النهارده فشجاعتك وكرامتك اللي هتخسرهم عمرهم ما هيجوا تاني. والمعلم بيكون فرحان وفي تلميذ بيقول شياو اخيرا رجع،
ومعلم الفصل الرابع بيقول أخيرا وصل، ودي بيترعب وبيقول هو ده شاو. ومشرف الاختبار بيقول هو غاب بس كام يوم، مع ذلك كان حاسس بفرق كبير جدا في قوته. وشاو بيقول انت احسن واحد في الصف الثالث في القسم الخارجي، فإياك اللي انت تخاف. والمشرف بيقول له انت لو احتجت اي حاجة في اي وقت فكل الطلاب هنا هيقدروا اللي هم يساعدوك. وكل الطلاب بيقولوا ايوه انت لو عايز اللي انت تنمر على اي حد فينا فانت كده بتنمر علينا كلنا، احنا كلنا هنا ايد واحدة. ولو بيقول ايوه فعلا انا واحد من الفصل الثالث، وتحدي ليا وليا يعتبر تحدي للفصل الثالث كله. وبيلف وبيقول له اي حد هنا يتجرأ اللي هو يتحدى الفصل الثالث فلازم يعدي مننا الاول. ومدرس الفصل الرابع بيقول انتوا مجرد اطفال بتفكروا بشكل غلط، وعلى العموم يا شاو طالما انت هنا فتعالى دلوقتي وقاتل. وطلاب الفصل الرابع كلهم بيقعدوا يقولوا ايوه لو انت راجل يلا قاتل. والشاو بيتحرك وبيقول بعد كل ده لو انا ما قاتلتش هكون في موقف محرج. والمعلم بيبدأ اللي هو يزق دي ويقول له يلا بقى روح. ودي بيكون مرعوب وبيقول هو انت شاو؟ فالمعلم بيقول له ايوه هو ده شاو، يلا بقى وريه قوتك. والشاو بيقول انا ليه حاسس ان انا شفتك قبل كده. والطلاب بيقولوا يلا يا دي كسر له عظمه، وهو بيقول في نفسه خرسوا بقى خرسوا هتودوني في داهيه. والشاو بيقول ايوه صح دلوقتي افتكرت انت كنت في المكتبه في اليوم ده. ودي على طول بيقول انا بطني وجعني وانا لازم اروح للحمام حالا. وبيطلع يجري من نصهم وبيقول انا اكيد اكلت حاجه بايظه فلازم ان انا اتحرك دلوقتي. وبيتحرك باقصى سرعته. والشاو بيقول ده طلع واحد من اللي انا ضربتهم في المكتبه من كام يوم. فالشاو بيقوم ضارب الارض برجله مكسرها وبيقول انا عارف ازاي اوقف اللي عايز يهرب. وبيشوط حجر بقوه كبيره جدا بيجي في رجله وبيقع على الارض، وكل العيال بتكون قاعده بتتريق عليه. والمعلم بيقول له هو انت بتعمل ايه ما تقوم يلا وتقاتل. وشاو بيقول له تعالى لي يا حبيبي مش انت كنت قوي من شويه وريني القوه دي. ودي بيقول في نفسه انك دلوقتي في مشكله كبيره جدا مش عايز الله تضرب تاني بالعنف ده. وفجاه بتجيله فكره وبيقول صحيح المكتبه. وبيزعق وبيقول احسن لك يا شاو ان انت ما تقربليش يا اما هقول لكل الناس اللي انت على علاقه بيون. انا شفتك بعناية وانت في المكتبه وهي بتدي لك جواب غرامي. وشاو ما بيكونش فاهم اللي بيقوله، وكل التلاميذ بيكونوا في حاله صدمه وبيقولوا لا طبعا لا ده مستحيل ان الكلام ده يكون حقيقه. لا حقيقه هما الاتنين على علاقه. والشاو بيكون في اللحظه قدامه وبيقول له قول لي دلوقتي اللي انت قلته بصوت عالي. وهو بيكون مرعوب وشاو بينزل فيه ضرب وعج انا اوريك ازاي تنشر عليا الاشاعات. وبينزل داك فيه قصاد كل العيال وما بيكونش رحمه، وهو بيقعد يقول له وقف ارجوك كفايه انا بستسلم. ومدرس الفصل الرابع بيتعصب وبيمشي وبيقول اللي انتوا بتعملوه ده مجرد عار عليكم، كله يمشي من هنا ويتفرق. وكلهم بيبداوا اللي هم يمشوا ورا المعلم بتاعهم. والشيو بيقول فعلا الولد ده غلبان سواء كان ذكيه او قوته فالاتنين ضعيفين. فالمشرف بيجي وبيقول له شغل كويس جدا يا شاو، انا فعلا فخور بيك، انت تطورك فعلا سريع جدا يا شاو. صحيح انا سجلت اسمك في الاختبارات الداخليه للاكاديميه السنه دي، بجد شكرا جدا ليك يا معلم، انا كنت هنساه وكنت خايف جدا لا يفوتني ميعاد الاشتراك. لا ما تقلقش انت هتقدر ان انت توصل للقسم الداخلي بقوتك دي. وللي مش فاهم للتوضيح الاكاديميه دي عباره عن قسمين داخلي وخارجي، وهو دلوقتي في القسم الخارجي، وعشان نروح للقسم الداخلي بنحتاج اللي هو يعدي باختبار. نكمل والمعلم بيقول له الموضوع كله مش مشكله، انت كل اللي محتاجه هو 1000 عمله علشان التسجيل. وساعتها شيو وشه بيجيب الوان وبيفتكر اللي هو معهوش الا 90 عمله. فالمعلم بيقول له ايه هو انت عندك مشكله؟ لا لا ما عنديش، اكيد لا هلاقي حل، انا لسه قدامي 3 شهور وهقدر ان انا الاقي حل في الفتره دي. فالمشرف بيقول له انا ما عنديش عموم حاجه ممكن اللي انا اعلمها لك في فنون الدفاع عن النفس، بس انت لازم اللي انت تتصرف في ال1000 عمله خلال ال3 شهور الجايين، ولو ما قدرتش اللي انت تجيبهم يبقى تعالى لي ساعتها مره كمان. واليو بيروح وبيقول له برغم ان 3 شهور دي فتره قصيره نسبيا، بس في مهمات كتيره جدا موجوده في القاعه ممكن اللي هي تجيب لك مئات العملات مره واحده، وانت بس لو كنت محظوظ شويه فهتقدر اللي انت تنجح وتجمعهم بسهوله. شكرا جدا ليك اللي انت فكرتني. طب ما تقول لي ايه حوار بقى يون ده؟ لا لا ما تخافش دي مجرد اشاعه يا عم، حتى لو مش اشاعه ما تخافش انا مش هاخدها منه، يلا يا عم الله يسهل له، ما تخافش دي مجرد اشاعه بس بتنتشر بسرعه سيبك منها. والعيال بتبدا اللي هي تبص له بصات غريبه، وهو بيقول في نفسه واضح ان بسبب الاشاعه دي
الطلاب بتوع الأكاديمية هيبدأوا اللي هم يكرهوني، وبيروح قدام القاعة بيكون قدامها في بياعين كتار جدا. قرب يا بيه، قرب يا هانم، بنبيع بأرخص الأسعار وبسعر الجملة. وبيكونوا قلبينها سوق وهو بيخش القاعة وبيتصدم من اللي بيشوفه. بيكون مكان كبير قوي، وبيقول البطاقات الموجودة جوه العاصفة دي هي بطاقات المهمات، وواضح ان انا لازم انط جوه العاصفة علشان اقدر ان انا اجيبها بنفسي. الموضوع ده مش هيكون صعب. وفي واحد بيجيب بطاقة وبيقدر اللي هو يخرج من العاصفة، وبيقول 30 عملة عشان المهمة دي. وهو بعد ما بياخدها بيجي يجري بسرعة، والشيو بيقول واضح ان لازم بعد ما يجيب المهمة اوديها بسرعة للسجل. وفي فجأة الكورة بتطلع من العاصفة وبتظهر مهمة ب 300 عملة، والشيو بيقول دي ب 300 عملة لازم اللي انا اجيبها حالا. وبينط علشان ياخدها، انما بيتشفط من العاصفة. بيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ العاصفة بتمتص كتير من قوتي. وفي فجأة رجل بتتحط عليه، وبيقول له معلش بقى سامحني، وبيستخدمه علشان يحاول اللي هو يجيب بطاقة. فالشيو بيبدأ اللي هو يستخدم ايده وبيبعد عنه الراجل، فالراجل بيقوم ضربه برجله. فالشيو على طول بيحرك ايده وبيمسك في رجله وبيطيره من المكان وبيجيب المهمة. وبيخرج من العاصفة وبيطلع يجي وبيقول معلش بقى يا صاحبي، بس انا محتاج جدا العملات دي. وفي راجل بيوقفه وبيقول له استنى هنا وسلمني بسرعة المهمة بتاعتك. والشيو بيقول في نفسه الراجل ده اقوى بكتير من اللي حاول يسرق مني المهمة في العاصفة. والشيو بيقول هي مش قواعد المكان ده اللي انت تحصل على مهمتك بنفسك؟ فالراجل بيقول له القوة هي اللي بتعمل القواعد، فاحسن لك اللي انت تسلمني المهمة دي بدل ما تتضرب. انت كل ما قدرت اللي انت تجيب عملات اكتر، وكل ما قدرت اللي انت تتطور بسرعة اكبر، علشان كل الموارد والحاجات اللي انت محتاجها علشان تطور بتتجاب بالعملات. فانت احسن لك اللي انت تسلمني المهمة دي بسرعة بدل ما نسبة تعرضك للضرب تزيد. والشيو بيبدأ اللي هو يجهز ايديه، واللي قدامه كمان بيبدأ اللي هو يجهز للقتال بتاعهم. وفجأة في حد بيقول مفيش لازمة للقتال، سيب المهمة للولد ده. سيدي تشينو انت ليه بتديله هو المهمة دي؟ انت عارف ان حتى اخويا محتاج جدا المهمة دي، اخوك ليس ند. الولد ده قدر اللي هو ياخد البطاقة من عاصفة الرياح لوحده، وما احتاجش حتى اللي هو يستخدم خرزات الرياح. ويو بيقول هو اصلا ممكن ان حد يجيب بطاقة من غير ما يستخدم خرزات الرياح؟ والشيو بيقول هو في ايه وانتوا كلكم عارفين خرزات الرياح هي ايه؟ الخرزات دي ده فعلا ما يعرفهاش. تمام انا هسيب له المهمة دي، وانا فعلا بعترف بقوتك. وبيمشي وبيسيبهم. والعجوز بيقول انا هنا مسؤول عن المهمة دي، اهلا بك بالانضمام معانا. والشيو بيقول انا اسمي الشيو، شكرا لك على مساعدتي. والعجوز بيضحك ضحكة غريبة، ما توقعتش ان هيكون في ولد صغير بالموهبة دي علشان يقدر اللي هو يجيب مهمة صعبة زي دي. والشيو بيقول في نفسه هو ليه الراجل ده بيضحك ضحكة مريبة زي كده؟ وبيروح علشان يسلم المهمة للسجل. والشيو بيسأل العجوز بيقول له ممكن دلوقتي اللي انت تشرح لي ايه نوع المهمات اللي ب 300 عملة ده؟ مش لازم اللي انت تستغرب، في لسه 8 اشخاص غيرك انت ويون، كلنا هنتجمع بعد 4 ايام على الجانب الشرقي للمدينة، وساعتها هيكون ممكن ان انا اشرح لك كل حاجة. تمام شكرا ليك. والشيو بيمشي من المكان، والعجوز بيبتسم ابتسامة خبيثة وبيقول طعم جديد. والشيو بيرجع للأكاديمية وبيروح لمساكن الولاد وبيشوف أوضة نوم الجديدة، وبيقول أنا دلوقتي عندي فرصة كويسة عشان أبدأ اللي أتدرب مرة كمان. وبيطلع حبتين تعزيز طاقة وبياخد دواء، وبيقول هو ضعيف جدا بس أحسن من ولا حاجة. وبيبدأ طاقة كبيرة اللي هي تطلع منه، وبيمسك الحجر الروحي الميت، وبيقول الحجر الروحي ده غريب جدا، محدش يقدر اللي هو يغذيه إلا لما يستخدم نوع معين من الفنون القتالية. وبتعدي 3 أيام، والشيو بيقول الموضوع أخد مني 3 أيام عقبال ما أقدر اللي انا اوصل للمرحلة التامنة من الجسم المنطفي. انا ممكن اللي انا اوصل للجسم الاصفر خلال 3 شهور، بس انا حاسس بشعور غريب طالع من حجر الروح الميت ده. على العموم انا لسه عندي وقت علشان اقدر اللي انا اتاكد. وبيخرج ساعتها على طول من اوضته، وبيعدي يوم وبيجي يوم اللي هيتحركوا فيه، وبيروح للمحطة وبيقول تمن التذكرة 80 عملة، وانا لسه ما جمعتش اي حاجة. انا بقى املي الوحيد دلوقتي اللي انا اجيب ال 300 عملة دول. والعجوز بيظهر وبيقول له شياو من هنا، والشيو بيروح وراه. والعجوز بيقول خلوني دلوقتي اللي انا اعرفكم على بعض وعلى زميلكم الجديد ده، هو زميلكم واسمه شيو. اتفضل دلوقتي يا شيو اركب العربية. وبيركب وبيلاقي 7 اشخاص منهم يول اللي احنا عارفينه، وبيقول في نفسه فعلا الطلاب دول كلهم مستواهم عالي. وفي واحد شعره احمر بيقول احنا مستنيين بقالنا اكتر من نص يوم ولسه لحد دلوقتي في 2 مجوش، دول فعلا عار على الاكاديمية. وكل اللي في العربية بيكونوا متعصبين، بيقولوا
ايوه فعلا. وفجأة في واحد بيجي وبيقول اسف على التأخير، من فضلكم سامحوني، وبيكون اسمه منغ. وبيكون في حد وراه بيقول انا برضو اسف على التأخير وانا اسمي لي. وليه بيتصدم وبيقول هو مش انت شياو؟ وشياو بيقول في نفسه هو ده معايا في الصف الثالث، بس هو ليه باين اللي هو خايف مني اوي كده. وكل اللي في العربية بيستغربوا بيقولوا في نفسهم ازاي ممكن واحد قوي زي ليه يخاف من واحد ضعيف زي شاو. والعجوز بيقول خلاص تمام، احنا تمنا دلوقتي 10 في العربية، ممكن ان احنا نتحرك للمهمة بتاعتنا. فشيو بيقول انا مش هتحرك من هنا من غير ما اعرف الاول هو احنا رايحين على فين والمهمة دي هنعمل فيها ايه. فينغ بيقول فعلا الموضوع شكله غريب اوي، احنا المفروض ان احنا رايحين ننقب على حاجة، بس احنا مش عارفين ان احنا رايحين فين ولا حتى ايه المادة اللي احنا هننقب عليها دي. فالعجوز بيقول احنا اكيد هنحفر في منجم، بس احنا ما عندناش دلوقتي وقت كتير، فياريت تركبوا بس دلوقتي، وقبل ما نوصل المنجم كل حاجة هتكون باينة قدامكم. وفعلا كلهم بيركبوا العربية وبتتحرك بيهم. والعجوز بيتكلم وبيقول تخلونا دلوقتي اللي احنا نتكلم، انا اقدر دلوقتي اللي انا اشرح لكم كل حاجة وتفاصيل المهمة بتاعتكم. احنا دلوقتي منطقة التعدين اللي احنا هنروحها ونحفر فيها في جبل هانغ، وبسرعة العربية اللي احنا راكبينها دي فاحنا نقدر اللي احنا نوصل في خلال 3 ايام. فينغ بيقول جبل هانغ. فالعجوز بيقول له هو انت عارف حاجة عن الجبل ده؟ فينغ بيقول انا بس سمعت شوية اشاعات عن الجبل ده. الجبل ده كان اسمه جبل 10,000 شيطان، وكان فيه عدد لا يحصى من الوحوش والشياطين. وساعتها قام الامبراطور المؤسس لدولة الصين بقسم الجبل ده نصين بضربة واحدة، وفجأة تحول من جبل لخندق عميق جدا، وواحدة واحدة استسلمت الشياطين وسابت الجبل. بس هي عموما مجرد اساطير، انت المفروض دلوقتي تقول لنا على الحقيقة. بس ده زائد اللي انا سمعت اهم حاجة ان الجبل ده ملكي ومحرم على العوام. فكلهم بيتصدموا اول ما بيسمعوا الجملة دي وبيقولوا محرم وملكي. فالعجوز بيديلهم ورق وبيقول لهم بصوا كده على الورق ده، هو التصريح اللي احنا عندنا حقوق في التنقيب في الجبل ده، ونقدر اللي احنا ناخد منه المعادن اللي احنا عاوزينها. وهم كلهم بيشوفوا التصريح وبيقولوا ايوه فعلا التصريح ده سليم. وفعلا في خندق عملاق جدا موجود في الجبل ده، بس احنا اصلا ما نقدرش نعرف لو قمة الجبل برضه مقسومة ولا لا. كان زمان في بداية تأسيس فنون الدفاع عن النفس كان في نقص هائل جدا في الموارد، وعلشان كده كان لازم ان يحصل حملات تنقيب عملاقة جدا في الجبال عشان يلاقوا الموارد اللي هتقدر اللي هي تقوي الجيوش بتاعتهم. وكانوا بينقبوا كتير جدا في الجزء الشمالي من الجبل، بس احنا المنطقة اللي احنا رايحينها دلوقتي مليانة معادن كتيرة جدا. فينغ بيقول اللي احنا نعمل كاو التنقيب ده هيكون صعب ومتعب جدا لينا، و300 عملة هيكونوا قليلين على الموضوع ده. اتقل عقبال ما افهمك، هدفنا الاساسي واحنا رايحين هناك مش التنقيب على الاحجار دي، هدفنا الاساسي اللي احنا هنكون عايزين نرسم خريطة للمكان. وكلهم بيستغربوا اول ما بيسمعوا الجملة دي. انا بعد ما اخدت حقوق التنقيب هناك اكتشفت ان في الغام كتيرة جدا هناك، هم كانوا ناسينا وهم حطوا علامات عليها انما هي مش دقيقة جدا. فاحسن لكم ان كل واحد ياخد خريطة من دي، عشان من غيرها التحرك هيكون صعب جدا، وهتكون احتمالية اللي انتوا تمشوا وتنفجروا هتكون عالية جدا. وابو شعر احمر بيقول انا شاكك في اماكن كتيرة جدا موجودة في الخريطة هنا، حاسس اللي هي مش سليمة، وفي اماكن تانية مش موجودة اصلا. فالعجوز بيقول ايوه فعلا في شوية اماكن مش مرسومة في الخريطة عشان ما كانش في اي حد راحها وقدر اللي هو يرسمها. ده زائد ان في اماكن تانية فيها شوية غازات سامة، بس احنا نضطر اللي احنا نخشها، انتوا مش اي نسوة تقدروا اللي انتوا تتعاملوا معاها. الموضوع ده ممكن يكون مستحيل بالنسبة للناس العاديين، انما انتوا غير. فينغ بيقول له مجرد غازات سامة مفيش حاجة تانية؟ اكيد هو انت شاكك في كلامي؟ فشيو بيقول في نفسه واضح ان العجوز ده بيخبي حاجة لازم اللي انا اكون واخد بالي جدا. فابو شعر احمر بيقول هو هدف بتاعنا اللي احنا نرسم المنطقة دي، ولو كنا مستعجلين في الموضوع ده فهياخد مننا نص شهر، انما لو كنا بنعمله على راحتنا فهياخد شهر كامل. العمل لنص شهر او حتى الشهر كامل مقابل 300 عملة فهتكون صفقة كسبانة. والعجوز بيقول انا دلوقتي ممكن اللي انا اديكوا هدية كمان من عندي، ده غير 300 عملة اللي احنا متفقين عليهم. وهم بيقولوا ده في هنا احجار روح. وشاو بيقول في نفسه احجار الروح دي مهمة جدا في فنون الدفاع عن النفس. وابو شعر احمر بيقول 300 عملة ده زائد الاحجار دي، ده فعلا العجوز ده كريم جدا. فالعجوز بيقول لا دي ولا حاجة، دي مجرد نص المكافأة، بعد ما تخلصوا هديكوا 5 احجار كمان. فابو شعر احمر بيقول 300 عملة و10 احجار، دي فعلا صفقة كسبانة جدا بالنسبة للمهمة دي. والكل بيكون فرحان وبتعدي 3 ايام
ايام، وبيقول احنا اخيرا وصلنا، وبيوصلوا لمنطقة التعدين وكلهم بينزلوا من العربية، وهم بيقولوا هو ازاي ممكن يكون في طيور موجودة هنا وفجأة طيور بتبدأ اللي هي تتحرك وتهاجمهم. والشباب بيقول في نفس الموضوع فعلا غريب جدا. ويانغ بيقول محدش يخلي ان الغربان دي تلمسه، ممكن يكون فيها روح او طاقة شريرة تنقلها ليكم. وفي حد بيحط ايده على كتفه بيكون شيو وبيقول له انا حاسس بحاجة غريبة موجودة هنا، وانت حاسس بيها؟ الجبل ده متسمى بالجبل الخطير، وتسمى بالاسم ده عشان هو ما عندوش 4 اتجاهات ولا ال4 فصول الموجودين في اي حتة، والجبل ده ما فيهوش اي ناس عايشة هنا او اي نوع من انواع الحياة، وبقى مهجور تماما، وفي اشاعات كتير بتطلع عليه، وده اللي فعلا خلاه خطير جدا. طب لو فعلا مكان خطير للدرجة دي يبقى احنا لازم نتعاون مع بعض عشان نقدر ان احنا نخلص الشغل ده بسرعة. ماشي، بس خلينا نخلص كلامنا ده اول ما نخرج من المنجم. ويانغ بيروح للعجوز وبيقول له هو ليه ما فيش اي حارس هنا؟ دي منطقة محرمة وما ينفعش ان اي حد يدخل او يخرج من هنا. كل اللي عليكم دلوقتي اللي انتوا ترسموا خريطة للمكان ده، واهم حاجة ان تكون الخريطة دي دقيقة جدا. وكلهم بيجوا على المنجم وبيقولوا سيبوا موضوع الخريطة دي لنا احنا، وكلهم بيكونوا متحمسين جدا. ويانغ بيقول في نفسه وبيقول يا ريت يكونوا اسلافنا غلطوا واللي قالوهم الصح، بس في الغالب لسه في حاجه مهمه جوه. والعجوز بيقول للشياو هو انت مش هتدخل؟ خلاص كلهم دخلوا، انا مش عايزك اللي انت تفقد اثرهم وكان مش هتعرف اللي انت تلاقيهم. فشياو بيجري علشان يلحق اللي هو يدخل لهم، وابو شعر احمر هو اللي بيكون ماشي قدامه بيقول كلكم امشوا ورايا، انا الاقوى هنا وانا اللي هكون قائد هنا، فكلكم لازم اللي انتوا تنفذوا تعليماتي، ولو في اي حد رفض ما يلومش اي حد الا نفسه علشان ساعتها يكون في خطر. ويانغ بيكون مستغرب قوي بيقول الخريطة اللي معانا دي مختلفة تماما عن المكان اللي احنا فيه ده. والشباب بيقول في نفسه واضح اللي انا لازم افضل ماشي وراهم، بس الحركة في المكان ده هتكون صعبة قوي. والقائد بيقول كله يطفي دلوقتي المشاعر اللي معاه عشان الاكسجين بدأ اللي هو يقل هنا، المكان ده فعلا واسع وكبير قوي. وبيبداوا اللي هم يستخدموا احجار زرقاء بتنور. والشيو بيقول انا سامع صوت ميه. والقائد بيقول هو ازاي في ميه هنا؟ انما بعد الرحله الطويله دي فانا عطشان قوي. وكلهم بيقولوا طب استنانا برضه، احنا برضه عاوزين اللي احنا نشرب. وكلهم بيبداوا اللي هم يتحركوا على النهر، انما يانغ بيساعة وبيقول ما حدش هنا يشرب، هو حد مد ايده على الميه دي ليه يعني؟ هو انتم مش عارفين الاسطوره اللي كان فيها حد عاوز ينزل للنهر ده بعد كده مات؟ الميه دي بتيجي من العدم، مفيش اي بحيره واي نهر قريبين من هنا علشان الميه دي تيجي منهم. والاسطوره بتقول ان اي حد هيلمس النار ده تحصل له حاجه وحشه محدش هيحبها. انت اكيد مجنون، احنا لو فضلنا ماشيين على طول النهر ده كده نوصل لقاع الكهف. لا طبعا، الجدود قالوا لنا اللي احنا اول ما نشوف النهر ده لازم اللي احنا نبعد عنه باقصى سرعتنا. ويانغ بيقول المكان ده خطير جدا، مش هعمل المهمه دي. والقائد بيقول له انت مش هتاخد اي فلوس لو ما خلصتش المهمه دي. والشاو بيقول في حاجه غلط موجوده هنا، انا مش هخاطر بحياتي عشان مجرد 300 عمله. وهو كمان بيمشي، والقائد بيتعصب قوي انما فجاه شاو وهو ماشي بيقف ووشه بيجيب الوان وبيقول لا ازاي كده. ويانغ وشه بيترسم عليه كل معالم الرعب، وبيلاقوا ان طريق المخرج بقى طريق مسدود، وبيجروا بسرعه وبيقولوا هي امتى الصخره دي جت؟ وهو المخرج راح لفين؟ والقائد بيمسك يانغ وبيقول له قول لي دلوقتي هو ايه اللي حصل، انت اكيد عارف. فهو بيقول له ده هو الهدف الحقيقي للمهمه، احنا لازم نحل متاهه التنانين 9 اللي الامبراطور المؤسس بنفسه ما قدرش اللي هو يحلها، امبراطور سوفان. فكلهم بيترعبوا اول ما بيسمعوا اسم امبراطور سوفان. فالشياو بيقول له كمل. فهو بيقول في نفسه هو ازاي الولد ده لسه هادي واحنا في الوضع ده؟ واضح اللي هو مش مقدر الخطر اللي احنا فيه. ويانغ بيقول هو انتوا قبل كده سمعتوا بقصه 3 اتباع بتوع الامبراطور؟ فشيو بيقول انا قريت عن القصة دي في المكتبة قبل كام يوم. الامبراطور كان عنده 3 اتباع اقوياء جدا، وساعتها كان في حرب كبيرة وعلشان يكسبوها كان لازم ان هم ال4 يتعاونوا، الامبراطور وال3 اتباع بتوعه، وساعتها كانوا هم ال4 اقوياء جدا. انما اللي حصل بعدها وما بيكملش. وقد بيقول في نفسه هو ازاي شياو عارف كل المعلومات دي؟ واضح اللي هو بيقرا كتب كتيرة جدا. فيانغ بيقول هو انتوا عارفين ان لا من سلالة واحد فيهم؟ وكلهم بيتصدموا وبيقولوا احنا ما كناش عارفين ان يانغ ده من سلالة واحد من العظماء المؤسسين للامبراطورية. وواحد فيهم بيقول في نفسه المعلومات دي قيمة جدا وخطيرة جدا وقلتها اكيد للمملكة هيكافئوني. وقاد بيقول في نفسه مش واحد بس اللي عارف الحكاية دي هنا، لا 2، شياو ويانغ. ويانغ بيكمل وبيقول انتوا مش عارفين التكملة واللي حصل بعدها. في الوقت ده الامبراطور خطط اللي هو يقتل 3 اصحابه،
وما كانش هدفه اللي هو يستولى ولا على النهر ولا على الجبل، كان في حاجة أكبر وأسمن بكتير موجودة هنا. ففي واحد بيقول هو كان في حاجة أهم من الجبل. أيوة، قطرة دم. القطرة دي ممكن اللي هي تساعدك اللي انت تخترق مرحلة كاملة من مراحل الدفاع عن النفس وتوصل لكم المرحلة حتى انتم متعرفوهاش. فالشيو بيقول هي مش مرحلة الدفاع عن النفس الأعلى، هي مرحلة يون، هو في مرحلة أعلى منها وبيكون ترتيب قوة الدفاع عن النفس كالآتي: أعلى واحدة هي يون، وبعد كده تشين، وبعد كده لين، وآخر واحدة تحت بتكون تشي. فلي بيقول أنا مرة سمعت إن لو في حد قدر اللي هو يعدي أعلى مرحلة فممكن يوصل لمرحلة الخلود. استغفر الله العظيم يعني يا رب. وساعتها بيكون في احتمالية اللي هو يكون الأقوى على وجه الأرض. طب صحيح أنا سمعت إن في كنز تاني ما يقلش أهمية عن قطرة الدم دي لسه برضه موجودة هنا، بس والله دلوقتي هو مين اللي في الآخر قدر اللي هو ياخد قطرة الدم دي؟ ما فيش حد قدر اللي هو ياخدها، هي لسه موجودة لحد دلوقتي هنا. فكل موجودين الطمع بيسيبهم وبيفكروا اللي هم ممكن ياخدوها لنفسهم. فالشياو بيزعق وبيقول ما حدش أحسن اللي هو يتفائل كده عشان ما تموتوش. لو أي حد فكر اللي هو ياخدها فلازم يسأل نفسه ليه الأول هي لسه لحد دلوقتي هنا وما حدش اتحرك علشان ياخدها بنفسه. فكروا كويس وليه ما حدش رجع أصلا عشان يحكي لنا. كله مات. فكلهم بيفوقوا وبيترعبوا. ويانغ بيقول احنا دلوقتي محبوسين في متيهة التنين 9 وانا مش متأكد ازاي كنا هنقدر اللي احنا نخرج من هنا ولا لا. وواضح ان العجوز الحقير اللي بره ده ما قدرش اللي هو يحل المتاهة دي لوحده، وعشان كده جبنا لهنا علشان احنا نرسم له خريطة، عشان الخريطة دي مختلفة تماما عن المكان اللي احنا فيه، بس مع ذلك مشابهة. ممكن يكون في ناس كتير جدا ماتت عقبال ما قدرت اللي هي ترسم اجزاء الخريطة دي. مفيش حتى اي حارس ملكي ممكن اللي هو يخش المكان ده، واذا كان فيه فكان زمان ان السر بتاع المكان ده انتشر، فعلشان كان المكان ده كله محرم تماما ان اي حد يجي لهنا. وكان الحل الوحيد بالنسبة للعجوز ده اللي هو يجيب شوية طلاب من الأكاديمية علشان لو ماتوا محدش يسأل فيهم. والقائد بيتعصب بيقول أنا متوقعتش اللي هو يكون واطي بالمنظر ده. فالشباب بيقول مهما كانت القصة، سواء العجوز اللي رمانا هنا عايزين تنتقموا منه أو لأ، أو حتى عاوزين نقطة الدم أو لأ، فأهم حاجة بالنسبة لينا دلوقتي اللي احنا نخرج من هنا. يانغ هو أنت عندك أي فكرة عشان نقدر نخرج من هنا؟ احنا جدودنا اكتشفوا طريقة علشان يخرجوا من المتاهة دي، إنما الإمبراطور ما كانش عايز أي حد اللي هو يعرف الطريقة دي علشان كده دمرها وأخفاها تماما. بس أنا سمعت شوية إشاعات عنها وإزاي ممكن اللي احنا نستخدمها، فعلشان كده أنا هجربها دلوقتي، انما انا مش متأكد تماما من اللي هي ممكن تشتغل. وبيبدأ اللي هو يمشي انما بيقف وبيتصدم، وكل بيقول النهر اختفى ده كان هنا ازاي ده برضه حصل. كل بيقول النهر اختفى ده كان هنا ازاي ده برضه حصل. فالشيوب بيروح وبيقول له واضح اللي احنا دلوقتي في متاهة بتقدر اللي هي تتحرك من نفسها كل شوية، ولو هي فضلت بالمنظر ده فاحنا مش هنقدر اللي احنا نخرج من هنا. فينغ بيقول له متاهة التنين عندها 9 حركات عشان تقدر اللي هي تخبي الحاجات المهمة اللي فيها. وبيطلع جهاز وبيقول اول ما في ممر بيتقفل ففي ممر جديد على طول بيتفتح، فلازم دلوقتي اللي احنا نبدأ نشوف طريقة تانية نتحرك بيها. فالقائد بيقول هي ايه الأداة اللي معاك دي؟ الأداة دي بتساعدني ان انا احدد اماكن الجبال والانهار. هو انت منين عندك كل المعلومات دي؟ هو انت كان عندك معلم قوي جدا كده؟ فيانغ بيتعصب بيقول انا كل اسلافي عبارة عن صحراء وما فيش اي حد ليه اللي هو يكون معلم ليا. فالولد بيقول له خلاص اهدى، كنت بس بسأل، مش لازم ان انت تتعصب للدرجة دي. وبيبدأ يبص على الجهاز ويقول يا ريت تكون المعلومات اللي معايا صحيحة علشان ده الامل الوحيد اللي احنا نقدر اللي احنا نخرج من هنا. وفجأة بيبدأ اللي هو يخبط على الحيطة ويقول في استجابة اخيرا بدأت اللي هي تخرج من هنا. وبيبدأ اللي هو يستخدم طريقة بتعتمد على الرياح، وبيبدأ اللي هو يحفر على طوب بصباعه. فالشيو بيقول دي فعلا قدرة عظيمة جدا اللي هو يقدر يحفر على الطوب بس بصابعه. ويانغ بيبدأ اللي هو يغمض عينه ويستشعر كل الطاقة اللي موجودة في المكان، وبيرفع ايده وبيقدر اللي هو يخرج منها حاجة عاملة زي فرشة، وكل الموجودين بيكونوا مذهولين من قوته. وبيقول دي هي التقنية اللي انا ورثتها عن جدودي، وفعلا دي من اقوى التقنيات اللي انا اعرفها. وانا جدودي قدروا اللي هم يوصلوا لعيلتي تقنيات كتير جدا قديمة. وهو بيبدأ اللي هو يوجه الفرشة ناحية الحيطة، وبتبدأ ان تطلع طاقة كبيرة جدا بتبعد كل الناس، وفرشة بتبدأ اللي هي تكتب على الحيطة، وفي حاجات بتبدأ اللي هي تخرج من الحيطة، وكلهم بيتحمسوا بيقولوا احنا نقدر ان احنا نخرج دلوقتي ولا ايه. انما فجأة كل حاجة بتختفي وبتتلاشى، وفجأة في طريق بيفتح قدامهم وبيكون النهر في اخره.
وفي حد فيهم فجأة بيزعق وبيقول في شبح، وبيقوم القائد ضربه وبيقول له بطل عبط، مستحيل يكون في شبح هنا، لا هو هناك تقدر تروح اللي انت تتأكد بنفسك. والقائد بيقول ماشي انا اروح اتأكد بنفسي، واول ما بيبص بيترعب وبيكون في هيكل عظمي موجود قدامهم. والشاو بيروح وبيقول ما حدش يخاف، دي مجرد جثة حد ميت. وليه بيكون مرعوب وبيقول هو ليه في جثة واحد ميت هنا. والشاو بيقرب منه وبيقول له ده واضح اللي هو مجرد رجل عادي، ده هو عامل المنجم اللي رسم الخريطة اللي معانا، وفي الغالب كده هو مات بقاله سنة كاملة. وفجأة في صخور بتبدأ اللي هي تقع، والشاو بيتخض وبيظهر ان في عدد كبير من الجثث موجودة، وكل الموجودين بيترعبوا من كمية الجثث دي. والشاو بيقول الهزة اللي حصلت دي هي اللي خلت كمية الجثث دي تظهر، اكيد دول هم عمال المنجم القدام اللي كانت مهمتهم اللي هم يستكشفوا المنجم ده، وعشان كده في جثث كتير هنا. وليه بيبدأ اللي هو يعيط وبيكون مرعوب بيقول واحنا كمان هنموت. والشاو بيقول محدش عارف، لو انتوا مش عاوزين ان انتوا تموتوا هنا فلازم ان احنا نخرج من هنا حالا. ويانغ بيقول زي ما انتوا شايفين في كمية كبيرة جدا من الناس ماتت هنا، وبسبب كمية الناس الكبيرة اللي موجودة هنا فممكن طاقتهم السلبية تتجمع. فشو بيسأله هتبقى قوة الحاجات دي قد ايه، فيانغ بيقول ده معتمد على قوة اصحاب الجثث قبل ما يموتوا، وفي الغالب معظم الناس دي ناس عادية فمش هتجمع طاقة كبيرة. وفجأة بيقول صحيح متينة التنانين التاسعة بتبدأ اللي هي تمتص الطاقة، احنا لازم اللي احنا ناخد بالنا ونفضل فايقين كويس. والقائد بيقول احنا لازم اللي احنا ناخد بالنا من اي حاجة هندوس عليها او نلمسها من دلوقتي. واول ما بيوصلوا لحدود النهر شياو بينزل وبيقول النهر ده مختلف تماما عن النهر اللي احنا شفناه من شوية. ويانغ بيقول فعلا ده نهر والتاني كان نهر مختلف. فشياو بيقول له هو انت فاكر ان النهر ده ممكن لو مشينا معاه يودينا لبطن الارض؟ فيانغ بيقول له ممكن، ما بين السماء والارض في نوعين من الطاقة، والكهف ده قادر اللي هو يغير من الجريان المية. فالشيرو بيقول له طب هو في طريقة عشان نحل المشكلة دي؟ احنا كل اللي محتاجينه اللي احنا نقلل جريان المية اللي موجود في النهر ده عشان نقدر اللي احنا نعدي. برغم ان الموضوع هيكون صعب جدا انما في الغالب طريقة تانية. وبيفتكر حاجة وبيقول هو تقريبا لازم يكون في تضحية. فالشيرو بيقول في نفسه واضح ان عجوز الحقير ده ما كانش جايبنا بس علشان نحل المتاهة، وكمان كان جاهز اللي هو يضحي بينا. ففي حد بيقول فيه هنا مئات الجثث، لو الموضوع محتاج تضحية كان زمان ان كل الجثث دي وفت بالموضوع. فينغي بيقول انت عارف قوة الانسان عادي ممكن تكون قد ايه؟ انا جدودي كانوا زمان عندهم طريقة علشان يوقفوا جريان المية عن طريق طائر النار ابو 3 رجول. فالشيو بيقول له هو انت لسه معاك قلب النار ده؟ فينغي بيقول انا دايما شايل معايا التراث بتاع جدودي، بس انا ما كنتش متوقع اللي هو يفيدنا النهارده. انا اول ما اقدر اللي انا استخدمه واستدعي الطائر ده اكيد جريان الميه ده هيقف بسرعه، انما انا محتاج الاول اللي هو اطلع جثه الطائر ده. فليه بيقول لو انت قلت جثه يعني انت اول محتاج ان انت تدور على جثه الطائر ده في النهر وهو ماشي، مش كده؟ ولو ده هيساعدنا ان احنا نخرج فده الوقت اللي انتوا تشوفوا فيه بقى قدرات الحقيقيه. ففي واحد بيقول له انت مجرد واحد ضعيف، ايه اللي عندك علشان تعمله وتبهرنا؟ فبيبدا اللي هو يستخدم مره ويقول له بص كويس وراقبني، وبيستخدم مهاره القمر الهادي الاول، وكل الموجودين بيصدموا من قوته. وفي حد بيقول ان ايه التقنيه دي انا ما شفتهاش قبل كده، واللي بيقول دي من مهارات الدفاع عن النفس، واللي انا بحتاج علشان استخدمها 7 ارواح مضيئه. وبيقول قاتل مع قمر واهرب مع الهواء، وبتبدا الميه كلها اللي هي تتحرك، وبتبدا ساعتها ان حاجات تظهر من الميه، وبيكون في هياكل عظميه بتبدا اللي هي تظهر، وكل اللي بيشوفها بيترعب على طول. وبيكون عدد الهياكل ده كبير جدا، ولي نفسه بيكون مشمئز منهم، وبيقول في نفسه في هنا على الاقل اكتر من 1,000,000 جثه مدفونه تحت الارض. والقائد بيقول دلوقتي ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.